أهلا بكم في قناة الجامعة وبرنامج تعليم اللغة الإنجليزية بتقنية برمجة العقل الباطن. حلقة النهاردة مليانة مفاجآت وفوازير ومسابقات وأنشطة ترفيهية كتير، وفي نهاية الحلقة مفاجأة مش هتتوقعها. نصيحة: لازم تكمل الحلقة للنهاية وتستفيد. يعني هتشارك معنا المناقشات المفيدة وحل الفوازير والأنشطة الترفيهية اللي هنقوم بيها مع فريق البرنامج، أو منك تتسلى وتضحك وفي نفس الوقت تتعلم تتكلم. كمل معنا وما تنساش المفاجأة المدوية في نهاية الحلقة. أهلا حبايبنا في الحلقة رقم 2، جاهزين لفقرة الفوازير؟ ودلوقتي مع الفزورة الأولى. ركز في الفيديو ده كويس واختار أنسب كلمة. هل importance أهمية، ولا health benefits فوائد صحية، ولا miss خرافات؟ أنا شايفة الأكل ده مهم، علشان كده هختار importance. أنا شايف إن الأكل ده فيه health benefits، عشان كده أنا هختار health benefits. nearest word يا مستر جاك. When we see this video for the first time, I think we immediately think of the phrase health benefits. الله أكبر، ظهر الحق. health benefits يا مدام وز، مش importance. الفيديو ده صعب شوية، اختار أنسب كلمة. ميس خرافات، symptoms أعراض، dehydration جفاف. أنا من رأيي إن دي كلمة symptoms أعراض، لأن ده راجل sneezing بيعطس، يبقى أكيد عنده برد. أيوة طبعا كلمة symptoms. وبعدين أنا عايزة بقى الأول قبل مدام وز تقولي إن أنا غشيت الكلمة منها. nearest word يا مستر جاك. As we see, a man is sneezing. So the nearest word is symptoms. Importance, health benefits, myths, symptoms, dehydration. هو عشان أنا اخترت الأول تجيبولي الفيديو اللي فيه الورق الناشف دوت أنا مش عارف إيه اللي يتوافق معاه. ما انت حلتها يا عم سهلة. dehydration. As we see dry plants. So the closest word is dehydration. لو وصلت للجزء ده من الحلقة يبقى انت جاد فعلا وعايز تتكلم انجليش صح. في ال3 فوازير اللي فاتت انا اخطأت وكنت متعمد الخطأ. السؤال: عرفت انا غلطت في ايه؟ الفقرة دي اسمها اختبر قوة ملاحظتك، واللي هتكون معانا في كل حلقة. اختبر قوة ملاحظتك. واقول السؤال تاني: عرفت انا غلطت في ايه؟ اعمل بوز وحاول تجاوب، وارجع شغل الفيديو تاني واعرف الإجابة. غلطتي إن كنت دايما أسأل مستر جاك وأقول nearest word يا مستر جاك، يعني الكلمة الأقرب اللي أقدر أوصف بيها الفيديو. والصح إن أقول closest word، لأن nearest الأقرب في المكان أو المسافات، لكن closest الأقرب في المسافات وكمان في الأمور المعنوية والعلاقات، فكان لازم إن أنا أقول closest word.
You're in the right place to learn English. You'll speak fluently, just like a native speaker. Just follow us and join in with your voice. يلا بينا في فقرة المناقشة المفتوحة واللي هنتعلم منها كلمات كتيرة جديدة. مدام وزة في الحلقة اللي فاتت قالت نتكلم في المس المتعلقة بشرب المية، ونبدأ فقرتنا بمسابقة خفيفة بين ضيوف البرنامج، وحضرتك طبعا أيها المشاهد هتشارك معانا وترد بصوت عالي لما يجي دور. اتفقنا؟ نبدأ. المسابقة بتقول نحط كلمة مس في جملة مركبة بطريقتنا. جملتك ايه يا مدام وزة؟ اقدر اقول ان في مس الحقيقة هي common، بتقول ان شرب المية الكتير healthy وبيساعد على طرد السموم من الجسم. عم سحلب، مدام وزة قالت جملتها ان في مس او common مس بتقول ان شرب المية الكتير healthy. جملتك ايه يا عم سحلب؟ عايزني اعمل جملة فيها كلمة مس. طيب خد يا سيدي الجملة دي. كلام مدام وزة كله مس. انا كلامي مش ميس يا عم سحلب، لو سمحت watch your words. think before you talk يا راجل. لا انا فعلا بتكلم جد. في common ميس بتقول اننا must drink 8 glasses من المية كل يوم. وايه الغلط في كده؟ المية الكتير لها هيلث بنفيت، ده حتى المية القليلة بتسبب الديهايدريشن، ولو لا قدر الله جالنا ديهايدريشن هيسبب لنا الديزينس، الدوخة يعني، والتايردنس، الإرهاق. ربنا يحفظنا من الديزينس والتايردنس يا عم سحلب. انا اقصد ان الاكسسيف ووتر مش بتفلاشز اوت كل الدوكسينز من جسمنا. واحدة واحدة علينا يا مدام وزة، انت قلتي كلام كتير قوي عايزين نعرف معناه. اكسسيف ووتر يعني المية الزيادة، الافراط في المية. اكسسيف توك، الافراط في الكلام، الرغي يعني. اكسسيف ووتر يعني المية الزيادة. فلاش اوت تطرد، توكسينز سموم، توكسينز يعني سموم. أيوة أنا شايف إن الإكسسيف ووتر فعلا بتفلاشز أوت كل الدوكسينز من جسمنا، وده رأيي. ادي بقى اكبر مس. الحقيقة بقى ان الاكسسيف ووتر مش بتفلاشز اوت كل الدوكسينز من جسمنا. You're in the right place to learn English. You'll speak fluently, just like a native speaker. Just follow us and join in with your voice. ركز قوي في التمرين ده. هنكتب كلمة وانت تقول معناها بصوت عالي. لو عربي قول الانجليزي بتاعها، ولو انجليزي قول العربي بتاعها وبصوت عالي. Excessive water. Excessive water. Toxins. Flush out. Flush out. Common myths. Common myths. Toxins. Toxins. Flush out. Health benefits. Health benefits. Dehydration. Symptoms. Symptoms. Tiredness. Tiredness. Excessive water. Dizziness. Dizziness. ورجعنا مع الجزء الثاني والأخير من حلقتنا النهاردة، وقبل ما نبدأ نرحب بمستر جاك.
وأفكرك عزيزي المشاهد بالمفاجأة اللي في نهاية البرنامج ونرجع ونكمل. مدام وزة، أنا أول مرة أعرف إن الإكزيسيف ووتر دي مجرد ميس. أنا أعرف إن الإكزيسيف ووتر بتعمل هايدريشن، وطبعا لا يجيلنا ديزينس ولا تايردنس. كلامك صح يا مستر أشرف، بس أنا بتكلم عن عملية ديتوكسيفيكيشن، التنقية، يعني التنقية من السموم. انا اختلف معاك يا مدام وزة. الاكزيسيف ووتر بتفلاش اوت كل التوكسينز من جسمنا وبتعمل لنا احلى ديتوكسيفيكيشن. لا يا عم سحلب، الاكسسيف ووتر مش فلاش اوت كل التوكسينز من جسمنا بالدرجة اللي انت متصور. سؤال للمشاهد، هل الإكزيسيف ووتر بتفلاشز اوت كل التوكسينز من جسمنا؟ مدام وزة بتقول ان الاكسسيف ووتر مش فلاش اوت كل التوكسينز من جسمنا. ممكن نعرف السبب يا مدام وزة؟ شوفوا يا حبايبي، مين المسؤول عن الديتوكسيفيكيشن؟ مين يا مدام وزة المسؤول عن الديتوكسيفيكيشن؟ المسؤول عن الديتوكسيفيكيشن هم الليفر والكيدنيز. ليفر يعني الكبد، ليفر، اما الكيدنيز يعني الكلى، كيدنيز. فعلا انا اعرف ان الليفر والكيدنيز هم المسؤولين عن الديتوكسيفيكيشن، التنقية. الليفر والكيدنيز المسؤولين عن الديتوكسيفيكيشن؟ ايوه يا عم سحلب، الليفر والكيدنيز هم المسؤولين عن الديتوكسيفيكيشن، وهم اللي بيفلاش اوت كل التوكسينز من جسمنا. رأيك ايه يا مستر جاك؟ The liver is responsible for detoxification. Kidneys are responsible for detoxification. The liver and kidneys are responsible for detoxification. انا كنت فاكر ان الاكسسيف ووتر بتفلاش اوت كل التوكسينز من جسمنا، وان الاكسسيف ووتر هي المسؤولة عن الديتوكسيفيكيشن. المية المعقولة ممكن، لأنها بتساعد الليفر والكيدنيز، مش الإكسسيف ووتر في حد ذاته. وكمان الرايت أماونت أوف ووتر، الكمية المعقولة من المية، بتعمل هايدريشن، يعني لا يجينا دراي ماوس ولا نحس بتايردنس ولا ديزينس. سؤال للمشاهد، بعد ما عرفنا الميس دي، هل لسه مقتنع ان الاكسسيف ووتر بتفلاش اوت كل التوكسينز من جسمنا؟ ركز قوي في التمرين ده. هنكتب كلمة وانت تقول معناها بصوت عالي. لو عربي قول الانجليزي بتاعها، ولو انجليزي قول العربي بتاعها وبصوت عالي. dizziness, dizziness. Toxins, toxins. Right amount of water. Right amount of water. Detoxification. Detoxification. Kidneys. Kidneys. Liver. Liver. Health benefits. Dehydration, dehydration. Symptoms. Tiredness. Excessive water. Excessive water. Tiredness. Tiredness. You're in the right place to learn English. You'll speak fluently, just like a native speaker. Just follow us and join in with your voice. I always try to drink 8 glasses of water every day, to flush out all the toxins. That's a common myth. Really?
But everyone says water detoxes the body. Well, drinking enough water is important, of course, but your liver and kidneys are responsible for detoxification. Oh wow, so excessive water doesn't actually detoxify the body. اختار اي صديق عندك عايز يتكلم انجليزي واتكلم معاه طبيعي جدا وكرر الاسئله دي معاه. زي ايه؟ زي انك تساله مثلا وتقول له في كومن ميس بتقول ان الاكسسيف ووتر فعلا بتفلاش اوت التوكسينز من جسمنا، هل ده صحيح؟ يرد عليك ويقول لك انا شايف ان الاكسسيف ووتر مش فلاش اوت التوكسينز من جسمنا، وفعلا الكلام ده مش. او تساله مين المسؤول عن الديتوكسيفيكيشن في جسمنا، يقول لك الليفر والكيدنيز هم المسؤولين عن الديتوكسيفيكيشن. او تساله ايه هي السيمبتومز بتاعت الديهايدريشن. السيمبتومز بتاعت الديهايدريشن هي التايردنس والديزنس. وبعيدا عن الاسئله والاجوبه ممكن تعمل مسابقه بينك وبين صديقك وقول له مثلا تقدر تحط كلمه توكسينز وفلاش اوت في جمله، يعني بتحدد له كلمتين وهو يجاوب عليك ويقول لك الميه بتساعد بس مش لوحدها تقدر فلاش اوت كل التوكسينز من جسمنا. او يقول لك لازم تاكل كويس وتشرب صح علشان جسمك يعرف فلاش اوت التوكسينز. او يقول لك لما تبطل اكل مقليات وسكر كتير جسمك يبتدي فلاش اوت التوكسينز. وممكن بقى هو يردها لك ويعقدها عليك ويقول لك طب تقدر تحط 4 كلمات في جمله واحده زي السيمبتومز والديهايدريشن والتايردنس والديزنس. انت مش هتستسلم، اكيد الطلب المره دي صعب بس انت مش هتسكت. تقول له من اول سيمبتومز للديهايدريشن انك تحس بالتايردنس والديزنس، او تقول له الديزنس والتايردنس مش دايما من الضغط، ممكن يكون من ديهايدريشن بسيط ودي اهم سيمبتومز. او تقول له مثلا الجفاف او الديهايدريشن بيبدا بسيمبتومز بسيطه زي انك تحس بالتايردنس وكمان شويه ديزنس. وبالطريقه دي وبالمسابقات والحوار اللي بينكم عمر الكلمات ما هتتنسى، وما تتكسفوش لو اتكلمتوا قدام حد، الغريب هيستغرب كلامكم لكن انت وصديقك لكم هدف وان شاء الله هتوصلوا. تعالوا بقى نضحك شويه ونسمع النكته اللي جايه. مره واحد عجوز حصلت له مشكله في الجنينه، فجاء ولد صغير وساعد الراجل العجوز. الراجل العجوز قال له شكرا يا ابني على اللي عملته معايا، كتر خيرك. هو ايه اللي حصل؟ ابدا يا عم، انا لقيت عندك ديزنس وشكلك كان باين عليه تايردنس. انا قلت دي سيمبتومز بتاعت الديهايدريشن، عشان كده جريت وجبت لك اكسسيف ووتر لحد ما بقيت كويس. وفضلت تشرب الووتر لحد ما بقى عندك هايدريشن وبقيت كويس. كتر خيرك يا ابني. على ايه يا عم؟ ده انا بشرب كلام الشوارع، جت على حضرتك يعني؟ هو حضرتك مش زي الكلب؟ ايوه يا ابني شكرا، انا زي الكلب. Water is very important for our health, but a common myth is that drinking excessive water can flush out all the toxins from our body. In fact, the liver and kidneys are responsible for detoxification. Drinking too much water can be harmful, and drinking too little can cause dehydration. We must drink the right amount of water to get the health benefits. Symptoms of dehydration include dry mouth, tiredness, and dizziness. قبل ما ندخل على المفاجأة ما اقدرش ادخلك في محادثة حية مع حد امريكي او بريطاني. يا خبر ابيض، اديني حرقت المفاجأة. ايوه زي ما سمعت، مفاجأة النهاردة انك هتتكلم مع واحد من اهل اللغة، بس ما اقدرش ادخلك دلوقتي حالا في محادثة مع اجنبي الا لما اتأكد انك متدرب كويس قوي على حلقة النهاردة وكلمات حلقة النهاردة والحقائق اللي عرفتها في حلقة النهاردة. احنا اخدنا 14 كلمة بالظبط. خدنا importance, common myths, excessive water, liver, responsible for detoxification, flush out toxins, dehydration, health benefits, symptoms, dizziness, tiredness.
الكلمات دي اكتبهم عندك في نوتة خاصة بيك بإيدك، ومع الحلقات الكلمات والمهارات هتزيد. وعلشان تضمن انك فهمت حلقة النهاردة وتبدأ تتكلم لايف دلوقتي، لازم انا بنفسي اتأكد انك متدرب كويس قوي قوي. هدي جملة عربي عادية جدا، وحضرتك هتترجم الجملة العربي للإنجليزي بطريقتنا، يعني كلمة او كلمتين انجليزي وسط الكلام العربي. من الاخر الكلمة اللي باللون الاصفر حط مكانها الكلمة الانجليزي، وارجع انطق الجملة عربي على انجليزي بطريقته. وطبعا وانت مقتنع قوي بالمعنى، اضحك على عقلك الباطن. يلا فضي نفسك وركز معايا، وعلى بركة الله نبدأ. ترجم يا باشا أول جملة. شرب المية بزيادة مش بيطرد السموم من الجسم. اعملها بطريقتنا، يعني بدل الكلام اللي باللون الأصفر الإنجليزي. هتقولها إزاي؟ وقف الفيديو وجاوب بصوت عالي وانت مقتنع بالمعنى. الإجابة: شرب الإكزيسيف ووتر مش بيفلاش أوت الدوكسينز من الجسم. خد الجملة التانية. في أعراض للجفاف زي الدوخة والإرهاق وجفاف اللسان. برضو ترجم بطريقتنا يا باشا. هتقولها إزاي؟ وقف الفيديو وما تطنش وجاوب بصوت عالي. الإجابة: في سيمبتومز للديهايدريشن زي الديزينس والتايردنس وجفاف اللسان، دراي ماوس يعني. الجملة الثالثة والأخيرة علشان نبدأ بقى. شرب المية له فوائد صحية كتيرة. هتقولها إزاي؟ وقف الفيديو وجاوب بصوت عالي. الإجابة: شرب الووتر له هيلث بنفيت كتيرة. الحلقة الثالثة أخصصها للتدريبات العملية والتمارين والأنشطة على الحلقة الثانية، وناخده كلمات جديدة طبعا لازم تتفرج عليها وتدرب نفسك كويس قوي. المهم كتبت كل الكلمات ال14 اللي خدناهم النهارده في النوتة بتاعتك علشان هتحتاجهم وانت بتواجه اهل اللغة وجها لوجه. ويلا بينا نعرف ازاي نتكلم مع اهل اللغة لايف. مستعد؟ انت دلوقتي هتتكلم مع واحد لغته الاساسية الانجليش. اول خطوة هات النوتة بتاعتك وحط قدامك ال14 كلمة اللي خدناهم واللي انت كتبتهم تحت عنوان الحلقة التانية. تاني خطوة افتح الموبايل بتاعك وادخل على جوجل بلاي واكتب في البحث شات جي بي تي. هيظهر التطبيق ده، اضغط عليه وثبته في موبايلك، وبعد التثبيت اضغط على ايقونة فتح التطبيق وخليه يسمح بالوصول للميكروفون. شاشة التطبيق هتكون كده. اضغط على علامة التحدث دي، هتظهر الشاشة اللي قدامك. ده معناه انك هتتكلم مع تشات جي بي تي لايف دلوقتي، وانك لو اتكلمت هيسمعك وكمان هيرد عليك. يعني لو قلت له صباح الخير يا بوي هيرد عليك ويقول لك صباحك بالخير يا ولدي. ولو قلت له جود مورنينج هيقول لك جود مورنينج. ولو قلت له كمان سافا هيقول لك سافا بيان. يعني بيتكلم كل اللغات وكل اللهجات، وده بقى اللي انت هتتكلم معاه. شوف، اول لقاء حقيقي باللغة هترتبك وهتتلخبط عادي، ما تقلقش. واي وقت تحس انك مش فاهم او متلخبط قول له جود باي ناو وادخل من اول وجديد بالطريقة اللي هنقولك عليها. طب اعمل ايه علشان ادخل بقلب جامد؟ اولا المربع الاخضر اللي قدامك هتقوله مرة واحدة بس في بداية الحديث. قول له hello chat GPT I am وقول اسمك. suppose بلاش assume، قول suppose I am learning English. suppose I am a beginner. suppose I only know these words. طبعا النوتة بتاعتك قدامك، رصله الكلام اللي انت كاتبه، ال14 كلمة حلقة النهاردة. common miss excessive water flush out toxins liver kidneys responsible for detoxification symptoms dehydration dizziness tiredness importance health benefits. كده هو عرف انك لسه مبتدئ وهيعاملك على الاساس ده، يعني من نفسه مش هيتكلم كتير وهيعرف انك ما تعرفش الا الكلمات دي، فهيحاول يستخدمهم كتير معاك. كده المربع الاخضر انتهى، اللي كل ما هتبدأ معاه حوار هتقوله مرة واحدة. نيجي بقى على المربع الاصفر، تقول له can you make 3 simple sentences، يعني تقدر تعمل لي 3 جمل بسيطة using the word، باستخدام كلمة وتقول الكلمة، واختار كلمة من الكلمات ال14 بتوع حلقة النهاردة. تعال نعملها. مثلا لو عايز 3 جمل بسيطة يستخدم فيها كلمة dehydration، هتقول ايه؟ هتقول can you make 3 simple sentences using the word
dehydration. هتلاقي الشات جي بي تي عمل لك 3 جمل وكل جملة فيها dehydration، وهتسمع الجمل بنفسك. انت هتسأله هو هيرد فورا، بس المشكلة انه لو قال جملة طويلة رغم انك قلت له 3 simple sentences لكن ما نضمنش. علشان كده حدد عدد الكلمات في الجملة عشان ما يقولش جملة طويلة وتلاقي نفسك مش فاهم. تعملها ازاي دي؟ قول له في نهاية كلامك use 5 words in each sentence أو use 3 words in each sentence. يعني من الآخر حدد له عدد الكلمات في الجملة. يعني هيكون السؤال كده على بعضه بقى: Can you make 3 simple sentences using the word dehydration? Use 5 words in each sentence. احفظ ال3 جمل دول واعمل بروفا مرة واثنين وثلاثة قبل ما تتكلم مع تشات جي بي تي. You're in the right place to learn English. You'll speak fluently, just like a native speaker. Just follow us and join in with your voice. تقدر تغير في المناطق الحمراء. Can you make 3 simple sentences؟ 3 ممكن تبقى 4، 4 جمل أو 5 أو أي عدد من الجمل. نيجي بقى للمنطقة الحمراء اللي في النص. ممكن تبقى كلمة واحدة زي dehydration زي ما قلنا. ممكن تبقى كلمتين مثلا dizziness والtiredness. وممكن تبقى 3 كلمات 4 كلمات زي ما انت عايز. قبل ما تتكلم معاه لازم تحدد عدد الجمل والكلمات اللي انت عايزها وعدد الكلمات في كل جملة يقولها. يعني المنطقة الحمراء اللي تحت use 5 words in each sentence أو 4 words، أو لو أنت بقى قوي شويتين خليهم 7 words. يعني من الآخر خدها كأنها لعب واعمل تباديل وتوافيق زي ما أنت عايز. بعد ما تسأله هتلاقي صوت بال3 جمل اللي طلبتهم وفيهم كلمة الديهايدريشن زي ما أنت طلبت، وكل جملة فيها 5 كلمات اللي انت برضو طلبتهم. حبيت تغير وتطلب كلمة تانية هتعيد السؤال من الأول مرة تانية، بس المرة دي على كلمة جديدة زي مثلا كلمة symptoms. هتقول ايه؟ Can you make 3 simple sentences using the word symptoms? Use 4 words in each sentence. المرة دي طلبت من التشات جي بي تي 3 جمل وكل جملة فيها 4 كلمات. الراجل مش هيكسفك، اللي هتطلبه هيرد عليك ويحقق لك طلبه. طب لو انت قلت له Can you make 5 simple sentences using the word symptoms and dizziness? Use 4 words in each sentence. دلوقتي انت طلبت 5 جمل بسيطة فيها كلمة symptoms وديزينس ويكون عدد الكلمات في الجملة 4. طب لو عايز 3 جمل بسيطة وفيهم كلمات liver, kidneys, detoxification, responsible for، تقول لهم ازاي؟ وقف الفيديو وفكر. الإجابة: Can you make 3 simple sentences using the word liver, kidneys, detoxification and responsible for? Use 7 words in each sentence. مثلا هتلاقيه رد عليك ب3 جمل بسيطة فيهم الكلمات اللي طلبتها وكل جملة فيها 7 كلمات. لما يرد على سؤالك ويقول لك الجمل مش لازم تفهم 100%، احنا لسه بنقول يا هادي. لو فهمت 50% يبقى عال قوي. يبقى المناطق الحمراء هي اللي هتتغير سواء في عدد الجمل المطلوبة او الكلمات اللي هيشتغل عليها او عدد الكلمات في الجملة. بعد ما تتدرب على كلمة واحدة مرة واثنين وثلاثة خد راحة نص ساعة مثلا واتدرب على كلمتين، وبعد الراحة اتدرب على 3 كلمات. بلاش تدريب وقت طويل مرة واحدة وتقعد بعدها ما تعملش حاجة فترة طويلة، وتدرب كل يوم ومرة بعد مرة هتلاقي الثقة بتزيد. وانصحك حدد عدد الكلمات اللي عايزها وعدد الجمل اللي عايزها والكلمات اللي هيعمل عليها الجمل. احنا لسه عظمنا طري، وبعد ما نوصل لمستوى محترم من الكلام هتعمل ايه؟ افتح الموبايل قدام اي حد من العيلة اصدقائك او الزملاء واتكلم مع الشات جي بي تي بصوت عالي، وافتح السبيكر. الشات جي بي تي هيرد عليك وانت تسأله بنفس النموذج والشات جي بي تي يرد عليك. هتلاقي الثقة بتاعتك زادت وخصوصا قدام حد، واوعدك انك هتدخل في مستوى متقدم جدا. بس انت تابع معانا الحلقات لحد ما نوصل انك تناقش التشات جي بي تي وتختلف معاه
وهو يقنعك برأيه وانت تقنعه برأيك، يعني هتتكلم انجليش بطلاقة، وده هدف البرنامج. نشوفكم في الحلقة الثالثة اللي هتبقى كلها تمارين على الحلقة الثانية، وهنزود طبعا عدد كلمات. ونصيحتي اعمل نوتة، وكل صفحة بحلقة، وكل حلقة فيها كلماتها والتعبير بتاعتها، تعابير مفيدة وعملية. خد الموضوع جد واسمع الحلقة دي مرة كمان لحد ما الكلمات تدخل عقلك الباطن. لما تلاقي نفسك جاهز ادخل على خطوة التشات، دعمنا بمشاركة الحلقة دي لأي صديق شايف انه هيتعاون معاك. وما تنساش اللايك، واكتب في التعليق الموضوعات اللي عايزنا نتكلم فيها، او اي جملة من تأليفك على كلمات النهاردة بطريقتنا، او تجربتك حتى مع تشات جي بي تي للمرة الاولى، لاننا لازم نتواصل مع بعض، والوسيلة الوحيدة هي التعليق. وانا هرد عليك لحد ما نعمل مجموعة على الواتس ونبعت لبعض فويس نوتس. ونشوفكم في الحلقة الثالثة ان شاء الله. سلام.